عيدها اللي فرحته لم الشمل في جيته محلى صبحيته. في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة تشكل بسطات البونبون والحلويات الشعبية هذه متنفسا ومقصدا للكثيرين خصوصا أول أيام العيد. هذا يوم شكل هدايا العيد نور هدايا العيد. كيفما اتجهت في السوق هنا ترصد بسطات الحلوى الملونة. أسعار الحلويات نار، وهنا أمام الناس الخيار لشراء بونبون العيد والحلوى بأرخص الأسعار. هدايا العيد أهلا وسهلا. فصباح العيد يقترن بشو بدنا نتحلى. هدايا العيد انه اول شغله بتعرفي انت كل ولد بينطر العيد مناطره وبينبسطوا خاصه بهيك بونبون راحه كذا حلويات ومنه مناسبات يعني بيحطوهم بيقدمون. طبعا هيدي اكله الفقير بيقولوا لها يعني مش ضل ارخص من الحلويات اللي الكيلو المدلوقه ب 250,000 مثلا ولا المعمول الدزينه ب 200,000. هيدي كلية 75,000 يعني ب 70 75,000 بضل الواحد شوي. يعني ملاحظ هذه السنة عم يكون في طلب أكثر على البونبون؟ ايه طبعا كثير كثير كثير. في عالم كثير عم تيجي من بريد صيدا يعني. الله يعين العالم بس والله. ما جبت لابنك انت او لهو مثلا حبه حبتين نص كيلو طب شو بده يعمل الصبح؟ يعني اكثريتهم زي ما قال لك اولاد كيف بده يعيد؟ طب هلا بس سؤال، اذا انت فقت مثلا الصبح بليله العيد كانوا العالم صايمين ان كانوا اولاد او كبار وفقوا بدهم ياكلوا حبه حلو كيلو المدلوقه بمليون. نروح للفقير على المية بيحسوا بجو العيد اكيد مع الاولاد. شو اذا ما في بونبون ولا ما بتحسش في عيد. حتى كعك العيد البيتي والمعمول بات تحضيره مكلفا لستات البيوت، وحضرت بسطاته أيضا على قاعدة رخيص وكويس. العالم تعمل تشتغل على ايدها، ما عادش هلا في الغاز غالي والسمنه غالي والزيت غالي وكل شيء، عم بيلاقوا شيء يعني جاهز بسعر وفير يعني. اما هيدي العيدة بطلت لانه اليوم كمان بكلف، في ناس بتعرض في ناس ما بتعرض. مثلا ستك تعرف حتساوي عسحة، تساوي مثلا كعك العيد، تساوي راس بسمن معمول، كان شيء بسيط ويكلف خفيف. اليوم هيدي صارت بتكلف غالي، كل شيء غالي. عم بيجوا على البسطات وقدنا هيدا البسطات هالي رخاص. ليش رخاص هالبسطات؟ لانه هيدان البسطات يعني بدك تقول الكيلو 170 80 ألف. لهالسبب الناس زي ما قال المثل يا مسترخص اللحمة عند المرأة تندهن. عم بتفش خلق العالم لانه العالم ما معها مصاري واشغال ما في، يعني كان الواحد يقول لك اعطينا 10 دزينات اليوم حبتين 3 نص دزينه. هي ليست مجرد بسطات، من شأنها إدخال السرور على قلوب أطفال يختصرون بضحكاتهم العيد، ولكنها أيضا تشكل مساحة لمن يريد تحصيل رزقه وهو العاطل عن العمل خلال فترة العيد. احنا لانه العالم قاعده بلا شغل يا اختي وعم تسعى لرزقتها، يعني متأملة انه الله يرزقها قرشين زياده بس مش اكثر. ما عندي 3 اولاد بدي اشتغل، فتحت البصل استرزق منه غلا وما غلا عادي جبت واشتغلت. هي أجواء العيد حاضرة بألوان بسطات الحلوى في فرحة أطفال اشتروها وحسرة أهالي باتت هذه البسطات وجهتهم خلال أيام العيد.